الغاز وراك تشوف عشرة كان والو راه حاجة ما تسعش والو. سنة البلدية حتى كي تموت يزيدوا يدفنوك البلدية الذين ماتوا فيها وزادوا مسعود وحنا ثاني كذلك مازلنا ما استفدناش. مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الكاميرا تكشف. عدد اليوم خصصناه إلى بلدية واد الشرفاء بولاية عين الدفلة، وكذلك لنا وقفة بولاية المدية لنقل انشغالات أحد بلدياتها. نتابع. لا زالت مناطق الظل تعاني من التهميش في بعض المتطلبات والمرافق، وببلدية وادي الشرفاء بعين الدفلة الصورة لا زالت على حالها بعد أن وقفت قناة الباهية في شهر ماي من سنة 2022 على بعض النقائص، إذ لاحظنا تداركا لبعض المشاريع، فيما بقت دار لقمان على حالها فيما يخص تعبيد الطريق. بهذه العمارات يشكو المواطنون من عدم إتمام عملية توصيلهم بالغاز حسبهم. شفنا الغاز وراك تشوف عشرة من 2 متر اللي خشينا للآن. والله شوف جبناه بالقرعة، اليوم أنا هذا ذاك البروبليم اللي رحنا لوبيجي، يقول لك كل واحد يقول لك قيسك البلاصه، كل واحد وين يقيسك البلاصه، يقول لك روح لصنع الغاز، صنع الغاز قالت لك روح لوبيجي. حنا رانا نخلصوا ثمن يا اخي، نخلصوا في لوبيجي وقاعدين وما بلاصه وناش، كل واحد وين يقيسك. منطقة وادي الشرفاء دي باردة بزاف الناس راه عندها غاز الحمد لله. الحمد لله كاين الناس اللي داروا لهم الغاز ورانا الحمد لله. راك تشوف شيبانيه كبيره وعايشه غير هي وبنتها، حنا ولادها كل واحد وين راه عايش، حنا رانا خدامه مسكينه تروح تجيب قرعه تاع غاز. والله ما كاش كيما ربي سبحانه، غير تبعث الذراري تعيط لهنا للذراري تعطيهم دراهم 5000 2000 فرق بيطلعوا يجيبوا لها الغاز. هذا خالي مريض عنده لوطونسيون، هذا يروح يجيب لها. احنا رانا خدامه، احنا رانا الله غالب. راك تشوف مسكينه قعدتها عندها واحد السمانه قعدوا يومين بلا غاز، والله لا يومين. انا خدام والو. راك تشوف دوكا نوري لك كيفاه. شنو نقول لك؟ طالبنا السلطات، هبطنا للسلطات، هدرنا معاهم، قال لك يا ودي احنا خاطينا روحوا لوبيجي. دارنا صونا الغاز قال لك حنايا، قال لك احنا خاطينا. منطقة باردة وفصل الشتاء مستمر، فالحاجة إلى الغاز هنا مطلب الصغير والكبير. خادمينها بال28، المقاول اللي خدمها بال28، وإحنا خادمينها لانستالاسيون مخدومة كاع لانستالاسيون. الداخل كاع كاين لاكولون مونتون طالعة. واش بقى لنا نهار اللي هدرنا على الغاز قلنا لهم يا ودي الغاز هذا كيفاه؟ قال لك لازم تبدلوا لنا لاكولون مونطون، تديروا 40 ديامتر 40 نهار اللي هدرنا حنايا نورمالمون حنا لوبيجي رانا نخلصوا الكرا، لوبيجي تبدلوا لاكولون مونطون تدبر راسها. هذه العجوز الطاعن في السن هي الأخرى تناشد السلطات المعنية في إتمام عملية توصيلهم بالغاز. ها مسني كيف كل يوم هكذا ليل ونهار حط ركايبي وكاع رجليا الغاز. قول له ماذا بك ديروا لنا الغاز. ساكنو مناطق الظل من أولويات رئيس الجمهورية في التكفل بهم، والمسؤولون المعنيون بوادي الشرفاء هذه رسالة
مواطنو البلدية. والانستالاسيون من تحت ما كانش، حتى يولي يديروه من تحت ويطلع لنا يديروا انستالاسيون ما كانش، كان والو. البيرو دارونا غير مع القرعة وخلاص، والله غير مع القرعة، رانا مباصرين غير مع القرعة، ما نطلعوها مع السكالي حتى بالذراع ولا لابسين. قالوا باللي يبدلوا التيو، وحنا هذا السكنه سكننا فيها 31 2012. قال لك لازم تبدلوا التيو سقى منا 2 ملايين ونص لواحد. قلت لهم احنا رانا كاريين. قال لك تقعدوا 10 سنين وما يديروا لكمش. قلت له علاه؟ مادام احنا رانا كاريين على الدوله وهذه تاع لو بي جي اوتوماتيكمون انتم ديروهم، مش راني كاري سبحان الله. قال لك ديروهم وحدكم، رانا نستناو. راكم جيتوا انتم رانا خبرناكم. هذا الاولى. وثانيا المشكل عندنا القنوات، حاشاكم وحاشا قدركم تاع الصرف المياه القذره. انا واحد منهم، انا معلم متقاعد، راه عندي عام ويا دكتور علي. انا حلل، رحت اللو بي جي، كتبنا، هدرت مع جاري اللي تهدر معي يقول لك روح اشتكي كيما تبغي تعرف. وما دورنا إلا إماطة الستار عن ما يعانيه المواطن وإيصال انشغالاتهم للمسؤول المحلي. نقلنا انشغالات مواطني بلدية وادي الشرفاء في عدم إتمام عملية توصيلهم بالغاز بعمارات 20 مسكن، وبالمقابل كان لنا اتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين الدفلة للرد على انشغالات المواطنين. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحيطكم علما أنه في إطار البرنامج الولائي لربط ساكنة بلدية وادي الشرفاء بولاية عين دفلة بمادة الغاز الطبيعي، أنه تم ربط كل من تقدم إلى مصالحنا بملف الربط وفق الإجراءات المعمول بها طبعا. أما بالنسبة للعمارات، عمارات 20 مسكن المعنية بانشغال المواطنين، تبقى عملية ربطها بهذه المادة الحيوية مرهونة برفع التحفظات المسجلة من طرفنا، ويعني رفع التحفظات يتم من طرف الجهات المعنية من أجل الالتزام بمعايير الأمن وسلامة الساكنة، وهذا من أجل الاستعمال الأمثل لمادة الغاز الطبيعي وطبعا تفادي الحوادث. بين تهيئة حضرية قائمة ومرافق تنتظر بداية الشروع فيها، فتاريخ 18 جانفي من سنة 2024 كان موعد وقوفنا على انشغالات مواطني بلدية وادي الشرفاء، لكن مورست بيروقراطية في حقنا في اليوم الوطني للبلدية، أين غاب رئيسها وفق ارتباطات حسب ما يقولون، وربما تنصل نوابه الأربعة عن مسؤوليتهم. ولكم التفصيل بالصوت والصورة. احنا عندنا تعليمات وقال لك ترخيص على ما باليش انا دوك انا اتصلوا بيا من عند المسؤول وقال لك ما تخليهمش يدخلوا. انا واش نقول لك على اي اساس؟ انا باليش قال لك لازم يكون عنده اوردميسيون يعني اوردميسيون للبلديه اللي تجي البلديه تجي البلديه كان اوردميسيون جاي البلديه وين تكزيست هذه اوردميسيون كان اخ ما كان حتى المسؤول يفهم مسؤول ما يسمع هذا اليوم الوطني للبلد سمير وراها رينيون ولا لا رينيون بالولايه تقول لكم خلصوا ثم تحاولوا يخلصوا لا انا خويا حنا تينا نخدموا مش قادر درك الحاجة الخدمة تاعهم والنواب عنده 4 نواب بلدية وادي الشرفاء 4 واحد وميش من المؤسف صراحة ولا كي جيتوا انتم اليوم الوطني. نغادر بلدية وادي الشرفاء باتجاه ولاية المدية، وبمحطتنا ببلدية بنشكاو نلج هذه البلدية ونقف بحي الباصور الذي يطالب ساكنوه بالترحيل، بالإضافة لتعبيد الطريق وإتمام أشغال قنوات الصرف الصحي. شغالات عندنا مشكلة تاع الطريق هو مفتري، ودرنا كتبنا للرئيس مجلس الشعبي البلدي ومازال ما عندنا مشكلة تاع السكن. حنا ساكنين في منطقة تاع 7 أملاك الدولة، ما تقدر تبني، ما تقدر دير حتى حاجة. رانا قاعدين أب جد عن أب، والدينا ماتوا فيها ومازالوا ما استفادوا من السكن، وحنا ثاني كذلك مازلنا ما استفدناش. القناة والصرف الصحي هاك تشوف ما عندناش كاع لاسينيسمون هنايا، من بكري ما كاش لاسينيسمون.
كيفاش على ريحة؟ الصيف الريحة شاكل ناموس، تشوف الريحة في الصيف بلا ما نقول لك. كاش يلعبوا هنايا كاك تعرف يقعدوا الريحة الناموس ما كاش كيفاه يمرضوا من الناموس. هذا الحي الذي تقطن فيه هذه العائلات غادر الجد وظل الحفيد، والحفيد يطالب بالترحيل. داروا لنا احصاونا في 2007، داروا لنا احصاء ولحد الان مازال ما استفدنا حتى ما مسخ. تواصلنا ورانا دايرين استقبلنا ودرنا ملفات طلب السكن، درنا ملفات طلب اعانه بناء ريفيه، ولكن ما عندناش حنا المشكل ديالنا، ما يقدرش يعطونا بناء ريفي على خاطر هذه الارض تبع الاملاك الدوله، ما نقدروش نستفادوا منها. قرابة 30 عائلة تناشد السلطات المحلية ببلدية بنشكاو. مثلما نقلنا انشغالات حي الباصور ببلدية بنشكاو، تنقلنا لرئيس البلدية للرد على انشغالات المواطنين. نتابع. قضيفة اليوم 18 جونفي هو لمواطني البلديات، بها نحيي كل موظفي وموظفات البلدية عبر كل التراب الوطني، نحيي كل المنتخبين اللي راهم ساهرين على قدم وساق في الخدمة العمومية والمرفق العام، اللي هو انشغال الطريق بفرقة الباصور. الطريق هو مبرمج في برامج دعم صندوق الضمان والتضامن للجامعات المحلية. برمجنا الشطر الأول لأنه الطريق تاعهم كانت تدهورت شوية من أشغال، كانت أشغال الربط بالغاز. كي مشى كاناليزاسيون تاع الغاز في الطريق كان هناك تدهور في الطريق. دونك احنا الانشغال هذا رفعناه لمديرية الأشغال العمومية، لأنه الطريق لازم له مبلغ مالي معتبر شوية. سواء كاين زوج اقتراحات، الاقتراح الاول هو تاخذوا مديريه الاشغال العموميه على عاتقها وتخدموا هي، والانشغال الثاني حنايا كبلديه نظرا لنقص الغلاف المالي راح نقسموها على شطرين، الشطر الاول والشطر الثاني. الشطر الاول راه مبرمج لسنه 2024 ان شاء الله، والشطر الثاني بعدها مباشره. الصرف الصحي ليست منعدمه بل موجوده، ولكن قديمه في حاله متدهوره. حنايا دائما في الاقتراحات تاع سنه 2024 لنا اقتراح انجاز وترميم قنوات الصرف الصحي على مستوى فرق بلدية بنشكاو. يعني وين عندنا بوان نوار، وين عندنا ريزو قديم راهو مبوشي، وين عندنا ريزو قديم راهو ديغرادي، راح نعاودوه ان شاء الله في السنه هذه تاع 2024 الى كتب ربي. حتى نقدروا نقترحوا مشاريع ثم، ولكن المشكل هو العقار اللي راه ثم قدرنا مدرسه قدرنا نبنيوها في وقت فات، لكن كمسجد خممنا فيه مشكل عقار، لأنه كلها أرض فلاحية. بمجرد أنه نقترحوا مشروع نصيبوا العقار ما عندناش. يعني رئيس الترحيل راح ان شاء الله كما يقول لك حنايا هذوك المواطنين راهم محصيين، منهم من محصي في الهش ومنهم من تم ايداع توصي في السكن الاجتماعي، راح تدرس اولويه باولويه ان شاء الله. وحنا ماذا بينا المواطنين هذو نتاع بنشكاو، اي واحد حط ملف يستفيد من السكن، واي واحد مضرور يستفيد من السكن. مواصلة لأشغال التهيئة الحضرية وتوفير الإنارة، تعمل ذات البلدية في توفير الإنارة لمواطني حي الباصور. وكذلك نرجع للإنارة العمومية. احنا كنا سنة 2023 انجزنا الشطر الأول من الإنارة العمومية، كانت إنارة متدهورة، عاودنا بما فيها الأسلاك الكهربائية، عاودنا لي زرموار، عاودنا لي لومب اللي كانوا هذوك ما يشعلوش بكري تاع الصوديوم والميركير في إطار سياسة الدولة القضاء على الوانب اللي كونسوميو بزاف ولا الاقتصاد تاع الدراهم، درناها ملات. أول حاجة أنهم ما يكونسوميوش بزاف لافاكتير ما تجيش غالية كما يقول لك، احنا نستحفظوا على الدراهم اقتصاديين. والثانية أنه الضوء تاعهم لا بأس به، خير من الصوديوم ولا من الميركير، يعني كما يقولوا حاجة استيتيك أو يضوي وحاجة استيتيك كما عندها حطها. وكذلك راهم محصيين ضمن المشاريع تاع كهرباء الريفية، يعني منطقة ريفية كهرباء ريفية نزودوهم بأعمدة كهربائية، لأنه منهم من راه عنده أغريسيون
راهو تحت الاسلاك الكهربائيه يولي ما عندوش حق في غاز، ما عندوش حق في كونتور تاع تريسيتي، ما عندوش كذا ما عندوش كذا، لانه كاين مشكل اغريسيون. دونك حنايا ان شاء الله راح نحلوا لهم هذاك المشكل تاع الاغريسيون، ونزيدوا لهم اعمده جديده، ونزيدوا لهم اناره جديده ان شاء الله، لانه الخدمه تاعنا ما قدرناش حنا نوفروا كل الاناره في مشروع واحد، ولا قسمناها على مشروعين. المشروع اللي رانا نجزناه وسيبون راهو يشعل في حيز الخدمه، والمشروع الثاني راهو مبرمج وراح يدخل ثاني ننجزو ويدخل حيز الخدمه ان شاء الله. بين شغال واخر وقفت كذلك الكاميرا تكشف على تصرفات سلبيه غير حضاريه من قبل بعض المواطنين في عرقله اتمام اشغال البلديه وكذا اتلاف الرصيف. نقائص وأخرى ببلديتي وادي الشرفاء وبنشكاو، إذ ينتظر ساكنوها أن تجد أذنا صاغية واستجابة من قبل المسؤول المحلي لتوفير بيئة ملائمة كريمة للمواطن. كما تابعتم مشاهدينا، كان هذا هو عدد الكاميرا تكشف لنهار اليوم من ولايتي المدية وعين الدفلة. نلتقي في عدد جديد، إلى ذلكم السلام عليكم.